هقول لك على 3 خطوات حلوين جدا جدا هتقلل الصراعات اليوميه مع طفلك. صلي على النبي كده صلى الله عليه وسلم وركز معايا في ال3 خطوات دول. رقم 1، بدل تسليط الضوء تشتيت الانتباه. يعني مثلا لقيت الطفل بيلعب في فيشه الكهرباء، فبدل ما تقول له حاسب الفيشه، الحق ما اعرفش ايه، الحق الكهرباء هتتكهرب، كده غلط. لا بالعكس، انت تشتت انتباهه. طب يعني ايه؟ تعال هنا بسرعه، شايف اللعبه دي، شايف العربيه دي، شايف الكوره دي، تعال عايزين نعمل كذا في المطبخ او عايزين نعمل كذا في الاوضه. كده يبقى انت شتت انتباهه عن الحاجه اللي هو بيعملها دي كده رقم 1. رقم 2، بدل ما اقول له نهي صريح لا وعيب ومش صح واللي بتعمله ده غلط وما ينفعش، اديله اي حاجه تانية يعملها، او قوم زغزغه زغزغه خفيفه كده كانك بتلعب معاه، او تعمل اي حركه في البيت غريبه علشان تشتت انتباهه وتخليه هو اللي يجي عندك. وبدل ما هو متمسك بالتصرف الغلط ده، يبقى كده انت نقلته لتصرف صحيح وانت مستمتع معاه بالتصرف الصحيح ده. رقم 3، اما الطفل يعمل حاجه غلط ما تتكلمش عن الفعل الغلط اللي هو عمله كتير ده، عشان خاطر ده بيلفت انتباهك انت، ولما هو ياخد باله ان ده بيلفت انتباهك هتلاقيه بيكرره كتير، فما تتكلمش معاه عن الفعل الغلط اللي هو بيكرره كتير ده. السلام عليكم ورحمه الله.